وصل 40 سنه والخير ديالو باقي ما غلبش على الشر ديالو، قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حويجاته ويجد راسو لجهنم. علاش؟ لان 40 سنه هي الثلثين ديال العمر دازت، باقا لك 20 سنه الا كمل الله العمر اش غدير فيها؟ الا ما دخلتيش لهاد 20 سنه الاخيره بالتوبه فوجد راسك الى جهنم والعياذ بالله. طيب السؤال التالي: وعن علمه ماذا صنع به؟ يسولك الله على الشباب، على العمر، على العلم. شحال وانا كنتكلم قدامكم وكتسمعوا ليا؟ هذا علم. هادشي اللي كنقول حجه عليكم يوم القيامه. الله تعالى غادي يوقف كل واحد منكم وغادي يقول لكم اودي صيفط لكم واحد السيد في العام فلان فلاني وقال 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 وتكلم. شكون اللي صغى ليه؟ شكون اللي سمع ذاك الكلام اللي كيقول؟ شكون اللي يعمل به؟ شكون اللي يطبقه؟ هذا علم. ماشي حتى يكون عندك العلم الكثير، لا، غادي يسولك الله تعالى على آية وحده إلا عرفتيها. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحده إلا فهمتي المعنى ديالها كتولي مسؤول بها إلى يوم القيامة، وما ينفعكش العذر أمام الله تعالى. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يعلم، ويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات، وويل للذي لا يعلم مرة. إذا كلا الحالتين عندك الويل. إلا كنتي ما كتعرفش وما سمعتيش وما عرفتيش دين الله تعالى عندك الويل مرة، ولكن إلا سمعتي مني وعرفتي وما عملتيش عندك الويل يوم القيامة 7 مرات. إذا عن علمه ماذا صنع به؟ أرى المال وجه فيه الله تعالى 2 أسئلة: من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ كاين الإنسان اللي كيكسب المال من حرام، واكل ديال عباد الله وكذب على هذا وخذ الحق ديال هذا، فكيجمع واحد المال كثير عنده 100 مليون 80 مليون كلها من الحرام و20 مليون من الحلال. اش كيقول؟ راه نبني واحد الجامع لوجه الله، ولا راه نوقف مع فلان صيفطوا الحج لوجه الله، ولا راه فلان ما عندوش فين يسكن نشري ليه واحد الدويره لوجه الله. الله تعالى ما كيتقبلش هذاك العمل. علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله طيب لا يقبل الا طيبا. واللي كيتصدق بالحرام بحال الانسان اللي كيتوضا بالبول، شرف الله مسامعكم، والوضوء بالبول لا يجوز شرعا. الا بغيتي تطهر هذاك المال ماشي دير فيه الخيرات، ماشي تبني به الجامع، لا، رد الحقوق لمواليها. اللي يتسالك شي حاجه ردها ليه. هذاك باب المظالم ما ينفع معاه لا جوامع ولا ديور ولا في سبيل الله. طيب العكس، كاين الانسان اللي كيكسب ماله من حلال وينفقوا في الحرام، كيقول لك هادو فلوس، انا ما خاون ديال حد، انا كسبتهم بعرق الجبين، انا فلوسي ندير فيهم ما بغيت. لا سيدي، ماشي فلوسك، هذاك المال مال الله. ولهذا الله تعالى كيقول لنا: وانفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. انت خليفه، هذاك المال ماشي ديالك، واخا كنقولوا ديالنا، انت خليفه فيه. المال منين جا؟ اما المال يعني سوانت 100 شقفه ودرهم من الحديد، الحديد ماشي حنا موالين. قال لنا الله تعالى: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نعم الله تعالى. الورق 1000 ريال و2000 ريال، هذا ورق منين جا؟ من خيوط. منين جا؟ من شجر. الشجر قال الله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذا المواد اللي تخلق منها المال هي من عند الله تعالى. هذا المال نحن خلفاء، غنخليه للورثة. إلا كنتي ما كتعرفش وما سمعتيش وما عرفتيش دين الله تعالى عندك الويل مرة، ولكن إلا سمعتي مني وعرفتي وما عملتيش عندك الويل يوم القيامة 7 مرات. إذا عن علمه ماذا صنع به؟ أرى المال وجه فيه الله تعالى 2 أسئلة: من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ كاين الإنسان اللي كيكسب المال من حرام، مليون كلها من الحرام و20 مليون من الحلال. اش كيقول؟ راه نبني واحد الجامع لوجه الله، ولا راه نوقف مع فلان صيفطوا الحج لوجه الله، ولا راه فلان ما عندوش فين يسكن نشري ليه واحد الدويره لوجه الله. الله تعالى ما كيتقبلش هذاك العمل. علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله طيب لا يقبل الا طيبا. واللي كيتصدق بالحرام بحال الانسان اللي كيتوضا بالبول، شرف الله مسامعكم، والوضوء بالبول لا يجوز شرعا. الا بغيتي تطهر هذاك المال ماشي دير فيه الخيرات، ماشي تبني به الجامع، لا، رد الحقوق لمواليها. اللي يتسالك شي حاجه ردها ليه. هذاك باب المظالم ما ينفع معاه لا جوامع ولا ديور ولا في سبيل الله. طيب
العكس، كاين الانسان اللي كيكسب ماله من حلال وينفقوا في الحرام، كيقول لك هادو فلوس، انا ما خاون ديال حد، انا كسبتهم بعرق الجبين، انا فلوسي ندير فيهم ما بغيت. لا سيدي، ماشي فلوسك، هذاك المال مال الله. ولهذا الله تعالى كيقول لنا وانفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. انت خليفه، هذاك المال ماشي ديالك، واخا كنقولوا ديالنا، انت خليفه فيه. المال منين جا؟ اما المال يعني سوانت 100 شقفه ودرهم من الحديد، الحديد ماشي حنا موالين. قال لنا الله تعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. من عند الله تعالى. الورق 1000 ريال و2000 ريال، هذا ورق منين جا؟ من خيوط. منين جا؟ من شجر. الشجر قال الله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا المواد اللي تخلق منها المال هي من عند الله تعالى.